طبعا فهم دائما ضحايا العنف، وكما تتعرفوا فمؤخرا تم تنزيل مقتضيات القانون 113، وفي المادة العاشرة منه اقتضت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى ولاية الأمن، حيث تم إحداث 142 خلية على مستوى مصالح الشرطة القضائية، أو ما يقارب 458 مكلف باستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى الدوائر الأمنية. إحداثها على مستوى الدوائر الأمنية هو جاء لتعزيز تواجد الأمن على مستوى الدوائر الأمنية، وكذلك تقريب الإدارة من المواطن. كما تتعرفوا طبعا مشاركتنا اليوم في هذه الأبواب المفتوحة هو التعريف بهذه الخلية، كذلك إتاحة للنساء المعنفات كيفية التبليغ عن العنف، وباش نوصلوا لهم معلومات كيفاش يبلغوا عن العنف، الوسائل اللي المتاحة كيفية التبليغ عن العنف. طبعا كاين هناك بزاف ديال وسائل التبليغ، يا إما عن طريق الخط 19 أو لا تقدم إلى أقرب دائرة أمنية، أو لا عن طريق الشكاية تجينا من تعليمات النيابة العامة، أو لا عن طريق منصة إبلاغ. وكلمتي الأخيرة للنساء المعنفات هو أنهم ما يسكتوش، يجيو يبلغوا عن العنف، حنا راه الإشارة ديالهم، حنا تنجاوبوا بواحد الفورية والاستعجالية لجميع النداءات ديالهم. مؤخرا تراجعت نسبة العنف من خلال أنشطة تحسيسية اللي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، لا من خلال الأبواب المفتوحة اللي تتنظمها، ولا من خلال التواصل مع المجتمع المدني، ولا من خلال تنظيم لقاءات تواصلية تحسيسية على مستوى ولاية الأمن. الهدف ديال هذه الخلية هذه هو تمكين النساء المعنفات من الاستفادة من جودة الخدمات اللي تتقدمها المؤسسة الأمنية في حقهن.